انا مبسوطه قوي بيكي يا نهله عشان موضوع الدكتوره ده. بس والنبي اسكتي، ده انا ماما لسه مكلماني ومدياني كلمتين، انما ايه في العظم. دكتور ايه يا حبيبتي اللي انت هتروحي له؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو احنا هنمرض نفسنا بنفسنا؟ الاكتئاب ده جالك منين يا حبيبتي؟ عارفه انت لو صليتي ركعتين هتبقي كويسه. انت مكتئبه ليه؟ هو انت مش بتشوفي بلاوي الناس؟ ده اللي يشوف بلاوي الناس يصعب عليه بلوته. انت المفروض تحمدي ربنا وتشكري فضل وتبوسي ايدك وش وظهر على النعمه اللي انت فيها. خلي بالك مش كل الناس هتفهم ده. الموضوع ده محتاج توعيه. يعني مثلا اللي رجله مكسوره الناس بتبقى فاهمه هو بيشتكي من ايه، بس اللي عنده اكتئاب الناس ما بتفهمش، لان الموضوع ده حاجه مش ملموسه للناس. فاهمه قصدي؟ بس انا فرحانه قوي ان انت فهمتي الموضوع ده وبداتي تاخدي خطوات فيه. مش مهم ان انا افهم، المهم ان امجد مبسوط وفاهم. ولو على ماما عادي، هي على طول بتنصحني. دي كانت لسه بتزن عليا في موضوع ان انا خوي ليلى ده. هي مامتك بتتدخل ليه؟ انا اسفه، بس ده موضوع يخصك انت وامجد بس. ماما اصل انا الصراحه اقتنعت. وامجد موافق؟ ما انا ما اعرفش، انا اصلا ما اتكلمتش معاه ومش عارفه اذا كنت هتكلم معاه ولا لا. لا طبعا فتحي في الموضوع ده. الخلفه دي اكبر نعمه من ربنا. بس بقول لك ايه، لازم تكوني مستعده نفسيا للطفل التاني، وامجد برضه لازم يكون مستعد ومرحب قوي بالفكره دي. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان اسمع كلام الدكتوره واطبقه، وهي قالت لي لازم يبقى عندي مي تايم. يا ولد انت بتاع المي تايم. جبت لكم تورته يا بنات. اخيرا جبتي حاجه. قصدك ايه؟ قاعدين بقالنا ساعه من غير شغل. يا ساتر على البت تايا دي، هي صغيره في السن بس عليها بوز ست عجوزه. والله يعني عجوزه كام سنه مثلا؟ انا اسفه. انا اسفه والله، مش قصدي بجد. بس اصلها كل ما بتيجي يعني بتقعد تشتكي الواد شكور شكور شكور. الواد مش ناقص. ما تخليها تشتكي وتطلع الهم اللي جوه قلبها. بعدين انا اصلا هعمل نفسي مش واخده بالي، علشان امجد لو شافها او لو عارف اي حاجه من الحاجات دي هينكد عليا وعليها. بقول لك ايه، شكل ابنك مبسوط، ما تعمليش عليها حمى. حما؟ لا يا حبيبتي، دي مجرد صداقه بريئه، دول اخوات. ايوه ماما. اي حبيبتي. احنا كويسين الحمد لله. جايه؟ تنوري يا حبيبتي تنوري، طبعا في انتظارك. في حفظ الله. مع السلامه. بالهنا والشفا.